السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنخزن الباميه ونفرزها بطريقتين اسهل من بعض. الطريقه الاولى بفضل الله اللي هي في متناول اي حد يعملها، هنقمع الباميه ونحطها في اكياس ونطلع منها الهواء ونكيسها كويس ونحطها في الفريزر. والطريقه التانية اللي هي بطريقه البسطره بتاعه المصانع. والباميه الكبيره هنقطعها ويكا ونحطها في كيس ونعملها برضك بالطريقه السريعه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، ولايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه هنعملها هنجيب 2 كيلو باميه زي ما انتم شايفينها كده ما شاء الله. هنغسلها وننقعها في الميه ونغسلها كويس ونخليها زي الفل، وبعد كده نصفيها من الميه خالص. بعد كده الباميه دي، وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. الباميه دي فيها الصغيره اللي هي الزيرو والوسط والكبيره طبعا زي ما قلت لكم هنقمعها. الباميه دي كانت نازله عندنا في العرض. احنا على العرض عندنا يوم الجمعه بيبقى الصبح بدري لحد الساعه 3 بيبقى في عرض للخضار والفاكهه وكده. فالعرض كان ب45 جنيه. بعد العرض حدث ولا حرج بتبقى يعني بزود حوالي 10 او 15 جنيه، ممكن 55 60. ده بعد الساعه 3 ونفضل طول الاسبوع على كده. تمام. طبعا عشان نطبخ الباميه ونخزنها ونفرزها لازم نبقى عارفين فوائدها. فاول فايده فيها ان هي مفيده لمرضى السكر زي حالاتي كده، فبتخفض سكر الدم. كمان ان هي بتحتوي على بوتاسيوم مفيده لمرضى القلب، بتحتوي على فيتامين سي، بتحتوي على فوسفور، بتحتوي على كالسيوم مغنيسيوم، مفيده جدا. كمان بتحتوي على ماده لزجه يا جماعه اللي هي بتعمل مفيده جدا للغضاريف والمفاصل بتاعه الركبه. وكلنا بقى الحمد لله رب العالمين. الطماطم بقى عندنا قلت اقول لكم ده اسعار الخضار بره. الطماطم كانت ب10 جنيه، البدنجان ب20، والبدنجان ب25، والخيار ب25، والفلفل ب20، والجزر تقريبا كان ب25 برضه، والفلفل الحامي ب25، والبطاطس كانت ب25، والفاكهه بقى دي بتبقى اغلى طبعا. وبعد العرض كل حاجه بتزيد 10 بتاعت 10 5 او 10 جنيه، ولكن الفاكهه بتزيد بال15 وب20 جنيه. الحمد لله. احب بس لو اشتركوا شويه، بس حبيت اقول لكم على الاسعار عندنا. بعد كده هنبتدي نقمع الباميه. طبعا كنا بنقمع الباميه وبنعرف نقمعها، بس البنات والعرايس الجداد ما بيعرفوش يقمعوا ولا بيعرفوا الحاجات دي، بتبقى صعبه عليهم. فبصي بقى الطريقه ازاي بتقمعي الباميه بالطريقه ديت اهي ما شاء الله. عملت لكم تشيلي القمع من تحت، وبعد كده بتدوري كده الباميه معاكي وبالسكينه وتفتحي فتحه عشان الباميه لما تستوي تتشبع بالصلصه كده وتبقى طعمها حلو. طب لو ما بعرفش اقمع اروح شايله حته من القمع من تحت ومن فوق حته كده، ولفوق الراس بالسكينه كده من غير تقميع ولا حاجه وامشي حالي. ولو الباميه فيها شوك ولا حاجه اقشرها زي ما انتوا شفتوا كده. طيب بس هي الباميه دي فيها كام واحده كده فيهم شوك، الباقي كويس. طب لو انا بقى عندي باميه كبيره زي كده هاخدها اقطعها ويكا. ولو حبيتوا حد عايز طريقه الويكا يقول لي وانا اعملها لكم فيديو ان شاء الله. ربنا بقى ايه بس ايدينا طول العمر اهو. تمام. اهم حاجه طول العمر والصحه، اللهم امين. ونقمع بقى الباميه كلها بالطريقه دي. لو فيها ويكا هخليها ويكا، لو فيها صغيره هخليها يعني هخليها بقى للشغل بتاعنا. وبعد كده هجيب ميه سخنه بتغلي. دي بقى الطريقه بتاعت التبريد السريع اللي بتاعت البسطره. ان انا اسخن اجيب ميه سخنه احط معلقه سكر. السكر ده ماده حافظه، في نفس الوقت بيخلي الباميه بتاعتي سليمه تقعد عندي سنه ما يحصلهاش حاجه وما تبقاش مهريه. والليمون ده عشان يحافظ على خضار الباميه. حطي ليمونه، اعصر الليمونه واحطي قشرها. طب بالنسبه للي هي هتتعمل بسرعه دي اللي حوالي 3 شهور مثلا وهستخدمها، يبقى ممكن بتقمعيها عادي وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. لكن لو عايزاها سنه هتعمليها بطريقه البسطره دي بتاعت المصانع. تمام. الميه بتغلي اهي، واحط فيها الباميه. قلبت السكر وقلبت فيها الليمون، ومفيش داعي نحط كربونات. اللي حابب يحط بتزود الخضار شويه اللي حابب، بس انا مش بفضلش استخدمه غير للضروره. واحط بقى الباميه بتاعتي اهي في الميه السخنه اهو. اهي ما شاء الله اللهم بارك. احنا عملنا الكميه كلها بالطريقه دي. طبعا هكون محضره ميه ساقعه وحاطه فيها كمان مكعبات تلج، يعني هي ساقعه وحاطه في مكعبات تلج عشان البسطره. يعني اجيب حاجه سخنه جامد واروح، دي طريقه المصنع، اروح حطها في ميه حاجه متلجه قوي، يبقى كده ان عقمتها. دي طريقه التعقيم بتاعه البسطره.
يبقى الطريقة دي اللي بتخلي البامية بتاعتي طول السنة ما شاء الله اللهم بارك، زي اللي بنشتريها من السوبر ماركت. اول ما تغلي خلاص كده جبرت تمام، المية يدوبك تغلي اروح طافية عليها، واروح بقى حطاها في المية المتلجة دي، مش مية من الحنفية وتلج بقى، لا مية ساقعة وكمان حاطة فيها تلج، عشان لما البامية تحط فيها تروح ايه تبرد بسرعة. تمام اهي ما شاء الله طريقة سهلة جدا، يعني عملنا طريقة المصانع في البيت. خلاص كده هناخدها كلها ونقعد بقى نقلبها في المية الساقعة كده شوية اهي، مفيش اي مشكلة اهي. والبامية بتاعتنا بتفضل بقى خضرة وزي الفل. قلب بقى قلبها كويس كده عشان التلج اللي فيها كمان يسيح، وبعد ما كده بعد كده اجيب بقى مصفى واصفيها. بس كده ما شاء الله دي اسهل طريقة، دي الطريقة اللي هي بتاعت الايه المدى البعيد اللي انا هحطها سنة في الفريزر. لو 3 شهور بس يبقى ايه اقمعها واحطها في كيس واشيلها. انا هصفيتها كده في المص واسيبها لما اخليش فيها نقطة مية، سيبها تتصفى بقى. ممكن احطها في التلاجة، ممكن اخليها بره جو كويس. وبعد ما اتصفت حتى انا مش حاطة تحت المصفى حاجة، اهي اتصفت خالص، ابتدي بقى ايه احطها في الكياس بتاعتي. تمام. جيب الكياس بقى، هي كمية مش كبيرة قوي، بس احنا بقى ايه ممكن ايه كل جمعة كده نجيب لنا 2 كيلو ولا حاجة، لحد ما تخزني الكمية اللي انت عايزاها. يعني مش هتخزني يعني كمية كبيرة قوي، على قد عدد افراد الاسرة، على قد ما انت بتحتاجيها. بس البامية مفيدة زي ما انا قلت لكم وغنية، حاجة حلوة. وكمان الناس اللي بتستخدم نظام الطيبات هي بعد البطاطس على طول اهي بتطلعي بقى الهواء من الكيس خالص عشان تفضلي محافظة على البامية بتاعتك طول السنة ان شاء الله بفضل الله اهي. نطلع الهواء كده خالص منها بالضغط، وبعد كده نلف الكيس. ممكن تربطيه، ممكن تلفيه زي ما انا لفيته، والطريقه اللي تعجبك اعمليها. ونعمل الكيس التاني كمان اهو. هم عملوا لي شويه الويكا دول يعملوا لنا طبق، بس دول برضك قطعتهم مش انا بطبخهم على طول. يعني ما شاء الله اللهم بارك. والكيس دوت يعني طالع كميه اكتر من نص كيلو شويه. بس كده يا حبايبي، الف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم واعملوها. وانا قلت لكم الباميه مفيده، وكلنا يعني كلنا محتاجينها ومفيده في الاكل، وشيروها لحبيبكم واصحابكم. واللي ما اشترك في الفيديو يشترك، وما تنسوش اللايك يا حبايبي. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويخليكم ليا ولادي واصحابي واخواتي. اول قبل ما نخلص الفيديو كمان نقول الدعاء: اللهم يا فاتح الابواب ومسبب الاسباب، هيئ لنا سببا لن نستطيع له طلبا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وصلى على سيدنا محمد في الكومنتات. بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.